قضية الموت إخواني أكثرية الناس ما فاهمين للأسف الشديد. هي الناس ليش تنضم ودك على رؤوسها؟ لأن ظاهرة الموت ما فاهم. ولذلك الإمام لما يسأل يقول له ليش الناس يكرهون الموت يا ابن رسول الله الإمام الصادق؟ قال له كرهوه لأنهم جهلوه. هاي الناس ويقول والله لو تعرفون الموت وشنو طعم الموت يقول لتمنيتموه ليلا ونهارا. أنا قبل فترة أكو برنامج يطلعونه على قناة فضائية الجمهورية الإسلامية إيران، برنامج تقريبا ب 120 حلقة، أنا كلهم شايفين تقريبا كل حلقة حدود ساعة ونص. هذول اللي يمرون بظاهرة الموت يعبرون عنها بالعائدين أو العائدون من الموت بين قوسين. هاي ظاهرة موجودة مو فقط في إيران، موجودة بإيران، بالعراق. أنا بالعراق جلست مع واحد 4 ساعات المصمم محمد السويدي وناقشته في هذه القضية. بدي أشوفها فعلا هذا دخل بذاك العالم وراح للبرزخ وشاف الملائكة، فعلا قدم لي أدلة وأنا تابعت الأدلة بنفسي. احنا كنا أنا والشيخ السند الله يحفظه والشيخ آخر أيضا قعدنا معاه 4 ساعات تحقيق لكي نتأكد فعلا هذا الرجل دخل في عالم البرزخ. وفعلا لأنه شاف ناس ميتين هو ما يدري بهم هناك. يعني ما عندي مجال الآن أطرح هذا الموضوع، بس قدم لي أدلة قطعية وأنا تابعتها بنفسي. بعض الناس يروحون بذاك العالم وبعد ذلك تدخل شفاعة أهل البيت، نعم، أو عند حاجة أو عند صدقة. هو أرجع يقول رجعني الإمام الحسن عليه السلام، يقول الإمام الحسن من طول كتاب صحيفة أعمالي، يقول فتح صحيفة أعمالي قال لي أنت كثير الصدقات، أنت عندك صدقات كل شوي. يقول مباشرة التفت إلى الملائكة قال لهم يرجع حتى. يقول بمجرد أن قال كلمة يرجع يقول أنا فتحت عيني بالمستشفى حتى يقول قمت أصيح، قلت لهم عطشان جيبوا لي مية. الطبيب قال لهم ديروا بالكم تطوا مية، ترى بس تطوا مية احتمال الكلى مضروبة عندي. يقول قلت له معود ايش قاعد عشان الحسن بن علي رجعني، شنو تخافوا من المية؟ قال له الحسن رجعني عليه السلام. بالتالي فبعض هؤلاء مرة شفتها راحت إلى ذاك العالم وقالوا لها لازم ترجعين. تقول السعادة اللي شفتها بذاك العالم سعادة لا توصف. المصمم محمد السعادة اللي شفتها بذاك، طبعا هي مرة مو هم نقول ولية من أولياء الله، لا، مرة هي أدوب تصلي وتصوم، لا أكثر ولا أقل. يقول لكن لما دخلت في ذاك العالم شلبت بديها ورجليها. شلون إدريس عليه السلام؟ إدريس من صعد للجنة قالوا له انزل للدنيا، قال لهم بعد لو تنقلب الدنيا فوق تحت ما انزل، بعد ما اقدر انزل. هاي هم شلبت هنا، قالت لهم ما ارجع. قالوا له عندك بنت صغيره عمرها سنه، وهاي اذا ما ترجعين مستقبل بنتك انها تنحرف ولازم انت ترجعين لان بنتك ما حد يداريها. قالت لهم ما ارجع حتى تقول انا من رجعت الى الدنيا ظلت شهرين ما اقدر ارضع بنتي، من باب اقول ما رجعت الا من وراها. يقول قاموا يعطوها حتى من 100. بالتالي المذيع قال لها اوصفي لي السعاده والنعيم اللي موجود بذاك العالم. قالت له ما اقدر اوصف لك اياه بس راح اعطيك فد مثل. قال لها شنو المثل؟ قالت له انا عندي 3 اولاد. قالت له افرض ذولا اولادي ال3 اجانا الطبيب وقال لهم لقد اصيبوا بمرض السرطان جميعا. قالت له اكو مصيبه اكبر من هاي المصيبه؟ اكو مصيبه اكبر من مصيبه مره ويقول لها ولدك كلهم صار بيهم سرطان. هو كارثه سوداء هاي على قلب الام اذا واحد جاه وقال لها الحكايه. قالت له اعظم مصيبه. قالت لو نفرض بعد 1 2 اجى الطبيب وقال لي اولادك 3 تم شفائهم، شلون سعاده؟ هاي واحد ومطيب ولدها بالخسائر بالسرطان وجاهم قال لها لقينا دواء و3 تم شفائهم. قالت له اكو سعاده اكبر من هاي السعاده التي تدخل على قلب الوالده؟ قال لها لا. قالت له هاي السعاده لهذه الأم التي فرحت بشفاء أولادها لا تشكل 1 بالمليون من السعادة التي رأيتها في ذلك العالم. يقول هذا فقط مثال أريد أعطيك إياه. ولذلك احنا عندنا بالروايات ما من مؤمن يحضره ملائكة الموت إلا ويخيروه بالرجوع إلى الدنيا. أي واحد يحضر الموت أنت تشوفه يعالج وصدره يقوم وينخسف، إيه صحيح، بس هذا الجسد هو قاعد يشتغل. هاي كهربائية الجسد، هاي أنت لا تتصور قاعد يعذب. المصمم محمد السويدي. هذه كهربائية الجسد، انت السمك تذبحها وتقصبها مولانا ورا ساعة اذا ذبيت عليها ملح شو يسوي الجسد مالها؟ يظل يتحرك وينبض. هاي كهربائية الجسد ما لك علاقة بها. يقول ما من مؤمن يحضره ملائكة الموت الا ويقولوا له انت مخير تريد نرجعك الى الدنيا؟ طبعا هذا يمتى بعد ما يشوف عالم الاخر. يقول له رجعك الى الدنيا مو فقير، على مود خاف تقول انا فقير وما عندي، لا، ترجع إلى الدنيا وأنت غني وعندك أموال. يقول وما من مؤمن يختار الرجوع إلى الدنيا. ليش؟ يقول لما يرى اللذائذ والسعادة في ذلك العالم.
بس الناس بعد هذا التصور اللي موجود عندهم يقول لك كرهوه لأنهم جهلوه، ولو عرفوه شنو لأحبوه. قال له يا ابن رسول الله إنهم يقولون إنه كنشر المناشير كرضخ الحجارة. والناس هيك يقولون، خصوصا احنا عندنا الرواية مال سلمان الفارسي اللي يروح للمقبرة، سامعيها لعله، يروح للمقبرة وينادي له واحد ويطلع من المقبرة ويقول له صار له 700 سنة ولحد الآن مرة. رواية ما لها معنى، رواية سندها تعبان. نعم، ما يمكن أن يعول عليها في قبال 4-5 روايات عندنا تقول الموت، يقول الإمام هو كأطيب ريح يشمه المؤمن فينعس له. شلون انت تجي الظهر ساعة بالثنتين وتنام وتلقى الكهرباء الوطنية موجودة والشغل المكيف، شلون نومة حلوة. يقول الموت بالنسبة للمؤمن كأطيب ريح يشمه المؤمن فينعس له. الموت هي عملية استكمال وانتقال من عالم إلى عالم آخر. وتدري، خلوها في بالكم إن شاء الله بعدين نلتقي، الإنسان لما يموت تدري أول ساعة ساعتين ما يدري بروحه ميت، ما يدري بروحه ميت. بعدين يشوف جسمه طايح يقول هذا أنا منو، يظل يأخذ له ساعة ساعتين ما ملتفت الروحه، مجرد دشداشة وذبيتها وين من جسمك. دول اللي يموتون أول ساعة ساعتين 3 ما يدري بروحه ميت أصلا. يشوف أهل بيته يبكون يلطمون، يحاول أن يتكلم معاهم، لكن شنو ما يصدقون ما يدرون به إلى أن ويأخذ راحته هو بعدين. على كل هسه ما أريد أدخل بهذا الموضوع. بالتالي هكذا عملية انتقال وتكامل من عالم. ولذلك القرآن الكريم شو يعبر عن الموت؟ يقول هو عملية تذوق. شلون الأكل اللي تأكله وتتذوقه؟ كل نفس شنو ذائقة. عملية تذوق، الإنسان يتذوق الموت لأنه ينتقل من عالم إلى عالم آخر.